بسم الله. الشيخ نبيل عثمان ابو احمد، سمعت عندك علاج انا اول مره اسمع عنه حق مشكله الحصى اللي في الكلى، وعلاج غريب صراحه وسريع، ممكن تقول لي عنه؟ هذا الله يسلمك، اي واحد عنده حصوه بالكلى. طبعا الحصوه انواع، منها يعني الكلس العادي، ومنها الجرانيت. بين الكلس والجرانيت عده طبقات، عده انواع. فيهم من يتفتفت خلال 3 أيام، وفيهم من يتفتفت خلال اسبوع، وفيهم من يتفتفت خلال شهر. فخلال شهر هذا الجرانيت، لكن الطريقة سهلة، ما يبي لها أي شيء. تجيب جلدة القوانص تبعت الدجاج البياض، بعدين تنظفها الجلدة وتنشفها. عاد انت طريقتك شو شلون تنشفها، اما بالشمس، اما انك انت تحط عليها، يعني تحطها باماكن تحمص الماء اللي فيها فتنشف، فتاخذها وتبردها بايدك وتجمعها بماعون صغير وقفشه مالت السكر الصبح وبالليل قبل الاكل. طيب مشهوره يعني هاي بشرق اسيا ابو احمد؟ اي الفلبين يعرفونها والبنغال يعرفونها، عندهم شي روتين. اي انا رحت حق مال الدجاج فلبيني بالضاحيه، فسالته قلت له لو سمحت عندك ابي جلده القوانص. قال ليش تبيها حق الكلى اللي فيها الحصوه. شوف الكلى والحالب والمثان هذول كلهم يعالجهم جلده القوانص. طيب ابو احمد، يعني تطلع بسهوله، يعني تطلع مثل الماء او تجرح الحصوات اللي طلعت؟ سبحان الله، شوف كل العلاجات تخلي الحصى تتكسر وتجرح مجاري البول كلها اللي تشوفها هذا، لكن خاصة هذه القوانص سبحان الله تخليها فتفتة مثل الماء، ما يحس حرارة في البول.